95% من الناس اولا من الاناس كيتبروغراماو قبل 7 سنين من العمر ديالهم. نقدر نكون حتى انا منهم، كنت منهم. فقبل من 7 سنين كتبروغراما سواء من عند الابوين، سواء من المحيط، سواء من المصحاب، سواء من اي حاجه. من اي حاجه هي افكت عليك، حيت ملي كتكون صغير اي حاجه تاثر عليك ومن بعد كدير واحد لي جيست او لا افعال او لا اقوال بغير يعني كنترول منك، بلا ما تحس نتايا كيف ما كنقولوا. وإلا شفنا لا سورس ديال هذا وسولنا كتقول لي حكا راه كنت كنشوف من كنت صغير، سورت داك من كنت صغير. وهذه اللي كنهضروا عليها. من كنت صغير كنت كنشوف الوالدين اولا كنشوف واحد المحيط كنت يعني كتاسبيرا منه اولا كان كيأثر عليا اولا كنت انا داخل فيه كان كيديرها وكبرت وانا كنديرها فنورمال. يعني ما غاتجيكش عيب حاليا. فشكون اللي غادي يجي عيب؟ اللي كيشوف واحد النظره اخرى اولا ما عاش نفس البروغرام اللي انت عشتيه، بحال ديك 5% اللي ما عاش نفس البروغرام. مي باش تخرج خصك دير غير بروغرام، لا بحال اللي كنقولوا غي انستالي داك البروغرام باش تانستالي بروغرام اخر. علاش؟ على حسب مصلحتك، حيت انت كتشوف النتائج ديال داك البروغرام اللي دخلتي ملي كنتي في عمرك 7 سنين، اللي هو بغير وعي منك وانسبيراسيون من عند المحيط اللي كنتي عايش فيه، سواء كانوا داك افكار او معتقدات او افعال او اقوال صحاحين ولا غلطين. فكتحاول تحسن منهم من بعد، حيت كتشوف النتائج ديالهم غير جدوى، ما عندها حتى شي منفعه في السوسيال. سورتو الوقت كيديفلوبا بزايد. فباش كدير انك كيفاش كدير غير بروغرام ولا كيفاش دير غير انستالي داكشي كامل اللي عندك اللي هو انت كتعتبره في عقلك انه غلط، انك كتشوف اي جيست كديرو مع شي واحد، مع شي انسان او لا اي فعل كيف ما بغى يكون، وكتشوف النتائج ديالو. وماشي مره ماشي جوج، كديروا واحد المده من الزمن ديما كيخرج نيجاتيف، ديما نيجاتيف مع ناس بزاف مختلفين، ماشي مع واحد ماشي مع جوج. فانا نورمالمون تكون مأكد بان داك الجيست غلط او ديك الهضره اللي كتقول غلطه 100%. فكتحاول انك تبدل منها. وإلا سولتيني تقول لي شنو العلاقه ديال هذه مع فقدان النفس او فقدان الذات، فشحال من ريجيست اولا شحال من اوبورتونيتي كتفقدها كتكون هي بحد ذاتها احياء للذات اولا صفحه جديده اولا باش كتسمى اوبورتونيتي فرصه ليك. فانت الا بقيتي مكمل في داك البروغرام اللي تبنيتي عليه، يقدر يكون غلط بيان سور، يقدر يكون صح، مي حنا كنهضروا على الغلط. فانت ما كتفقدش النفس ديالك بلا ما تحس، نورمالمون كتفقدها بلا ما تحس من ناحيه الجست اللي كدير. فهنا هذا عنده علاقه مع فقدان النفس اولا فقدان الذات بصفه عامه. وهذا فقدان الذات نحاولوا نقسموه لخمسه ديال الانقسامات. اوكي، 5 الانقسامات كافيين انهم يكونوا سورس افكتيف على فقدان الذات ديال. اول وحده غادي تكون اكثر وحده كاين كفرت، الا وهي منطقه الراحه. بالنسبه لهذه الناحيه ديال منطقه الراحه جو بونس الناس بزاف دواو عليها، جو بونس السوشيال ميديا، ولكن بالمختصر المفيد انك انت في واحد لاج ديال الجهد والعطاء. انت لاج صغير دونك عندك الجهد تجري ما عرفتش فين، مي ليفيكت ديال الكونفورت زون ما كيبانش على 20 21 و25 و30 و34، ما كيبان من 40 للفوق، حيت كتولف العظام ديالك كيولفوا ديك الراحه. دونك الا وصلتي لديك الحاله ديال انك ولفتيها ما يمكنلكش تخرج منها، حيت هي براسه ادمان للعقل. هو الكونفورت زون اكثر ادمان للعقل، اكثر من النيكوتين، اكثر من الكافيين، اكثر من اي مؤثر خارجي يؤثر على العقل. فكيف ما كيأثر حوايج خارجين على العقل، فالكونفورت زون من اولهم. فكيفاش غادي يبغي عقلك من بعد مده ديال الوقت من الراحه انه يرجع او لا انك تغفلوا بخدمه او ما يسميه واحد الروتين مختلف، حيت كان في الروتين ديال الكونفورت زون وغتدخلوا روتين جديد عليه. دونك هو في هذه الحاجه غادي يجي ضدك، ولا في هذه الحاله غادي يجي ضدك، غادي يقول لك لا وديك الحاجه بلاش، وغيدير الاسباب الكافيه على انك تريح الارض. اي سبب بلو، سواء ديسكوتي، سواء تفتح السوشيال ميديا، واكثر وحده هي هذه، سواء ترجع الناس، سواء ترجع لك المونطا والناس، ولا تتكا مع راسك، ولا ما دير والو، ولا تقول انا عيان وانت فريمون اصلا ما عيان ما حتى شي حاجه. غير العقل ديالك كيبني لك واحد الاسباب وكيرجع ديك الحاجه اللي كنتي ناوي ديرها كبيره بزاف، وهي اصلا الحاله العاديه اصلا كنتي ديجا كديرها، غير العقل ديالك ولف انه ولا انك ديك كونفورت زون. وفي الاخر ملي غدوز واحد البيرود هي وتراجع نفسك انها علاش ما كدير، غايدير لك تانيب الضمير ويقول لك اني بريء منك، انت اللي كان عندك الكونترول ماشي انا. هذه جدك بيان سور. البارت الثانيه او القسم الثاني هو انه يقنعك او الاقناع بالوهم، حيت عقلك عنده واحد القدره باش يوهمك انك ما قادرش تبدا واحد الحاجه او ما قادرش تبدا واحد الخدمه معينه، سورتو الا كانت اول مره غديرها، سورتو الا كانت اول اكسبيريونس بالنسبه لك، خدمه اي حاجه، المهم اي حاجه انت مقبل عليها اول مره غديرها، هذاك هو النهار الكبير ديالك، حيت غادي يدير المجهود ديالو الكافي على انه يخلعك، على انه يخوفك، على انه يبينها لك كراف وانت ما تستحقاش، وغادي
ولا هي ما تستحقكش ديك الخدمه انت يا ناقص عليها ولا شي حاجه بحال هكا، المهم كيوهمك. مي لا سوليسيون ديال هذه سهله، حيت اون فوا غادي دير المجهود في ديك الحاجه اللي باغي ديرها او ديك الخدمه اللي اول مره مقبل عليها، وتكون راضي بديك المجهود اللي غدير. وهذه اهم وحده، الرضا على المجهود. حيت الا ما رضيتيش على المجهود اللي درتي او الخدمه اللي درتيها او النتائج محصله عليها، فانت ديريكت دومون غيكون استحقار الذات ان عقلك غادي يرجعك للكونفورت زون، وحنا غنرجعوا ثاني من الزيرو ديال ولا غنرجعوا من الاول ديال المعادله. فخصك تكون راضي على الجلط اللي خرجتي عليها، وديك الساعات غتبدا الرحله ديالك، واللي كانت اصلا ديك الرحله غير في عقلك ودابا ولات في ارض الواقع مطبقه. مي الا فريمون خليتي عقلك انه يوهمك وانك تصدق داك التوهيم ياك التوهيم ديالو، دونك غادي تبقى في بلاصتك، واي خدمه غادي تجيك غادي تزابيها ولا غادي تفوتها، ما غاديش تقبطها، سواء يكونوا دي زوبورتونيتي بارفي او ماشي بارفي. مي اي اوبورتونيتي ما يخليكش عقلك تمشي ليها، حيت ديما غادي تفكر داك استحقار الذات، وديما غادي يخليك انت غادي يفكرك باول اكسبيريونس اللي دزتي منها بديك الخدمه، ويقول لك انت راكي فما هذه وهذه والمجتمع غيضحك عليك وكذا طاطا والعين ديال الناس، وهادشي راه كاين في عقلك، ما كاينش في الواقع كاع في مره. وبيان سور مع تقدم العمر ديالك غادي يكون هذا انك الاقدام على شيء كيف ما بغى يكون من اكبر المخاوف ديالك، وبالتالي غادي تخلي واحد الفرص واعرين يدوزوك بسبب الخوف ديالك او لا بسبب الثقه اللي حطيتيها في الوهم، وتقدر تخسر بزاف ديال اللعيبات واعرين يجوك في حياتك. انا نضمنك في هذه، انا نعطيها لك من عندي على حسابي. الباب الثالثه اللي هي دوامه المثاليه او لا to be perfect in some work. اوكي تتقول الا ما درتش الخدمه بارفي ما غنخدمهاش اصلا، حتى تكون عندي واحد الجهد او حتى يكون عندي واحد الماتيريال او حتى نخدمها بارفي باكمل وجه عاد نبدا نخدم. وكنعرف ناس مازالين كيتسناو ديك الخدمه بارفي من 2019، وانا مازال كنتسناو ما دروش شي حاجه في حياتهم، داك البارفي مازال ما وصلش الدور. فباش نكون واضحين او باش تكون واضح مع راسك، عندك فكره، عندك واحد ليدي باغي ديرها في حياتك، اوكي، وباغي تخدم عليها او باغي تبداها نورمالمون، فانا كنصيحه قلب على ابسط طريقه باش تبدا. يعني بدا بشنو عندك، بدا بشنو اللي عطاك الله، ومن مع الوقت غتطور من ديك الماتيريال. حاجه واحده اللي كتبدا من الفوق تسيق الدروجه، ما كلشي كيبدا من التحت. نورمالمون غتبدا بداكشي اللي عندك اللي هو بسيط، وقلب على ابسط طريقه تبدا بها، اوكي، واللي متاحه حاليا عندك في الدار او حاليا عندك نتايا، وبدا بها. ومع الوقت كيكون واحد التطور في الافكار والتطور في الرؤيه، تقدر تلقى ناس، تقدر تلقى ناس مع اللي في لا ميم دومين او اللي ماشي في نفس الدومين، يقدروا يعطيوك نصائح اللي عمرك كنتي غتسمعهم كون ما بديتيش بالبساطه اللي عندك نورمالمون، وغتطور مع الوقت ان شاء الله. وعمرك تضمن انها شي حاجه غادي تبقى ديما. مثلا باغي تبدا في واحد البلاتفورم، تقول هاد البلاتفورم مازال فيها ما تلقفش، لا ما عرفتش شي واحد ولا ما بديتش فيها شي واحد، دونك غنستنى الوقت البارفي باش ندخل زوقت بها كيف ما كنقولوا. فراه ما غتبقاش ديما ديك لابليكاسيون هي ما تلقفش، او اي خدمه كتقول راه ما عارفاش بنادم ولا قليل اللي عارفه التروك، فراه غدوز داك ما تلقف له وعارفه كلشي، دونك انت غتخسر كلشي. فاللهم بدا دابا. الباب الخامسه اللي هي المماطله. نهار اللي تشوف راسك انك تقول لراسك خلي حتى الغدا عاد نكمل ديك الخدمه، او لا خلي حتى الغدا عاد نبدا ديك الخدمه، فعرف راسك انت في حافه الخساره، لانك بديتي تتاجل، والتاجيل هو من يغذي الراحه، والراحه هي ممات كل شيء او لا ممات كل مجهود. فالانسان المماطل هو انسان عاجز وغير قادر على الاكمال. في الفيديو اللي داز بونس قلت اللي واعر ماشي هو اللي كيبدا، ولكن اللي كيكمل. كلشي كيعرف يبدا، ولكن قليل اللي كيكمل في داكشي اللي بداه، وقليل اللي كيحافظ على داكشي اللي بداه. اخر جانب الا وهو جانب الخوف. الخوف هو انواع بزاف، ولكن حنا عندنا واحد النوع محدد غندويو عليه في هذا الفيديو، غادي يكون هو خاتمه الفيديو بيان سور. الخوف هو انواع كيف ما قلت، ولكل نوع تحليل وتفسير، لكن يقال ان الخوف قبل التجربه عجز، ولكن هنايا اصلا خايف من ديك السيناريو اللي درتيه في راسك بمجرد ان ما جاتك فكره الانطلاق، او لا انفو جاتك ديك الفكره ديال الانطلاق خفتي من ديك السيناريو اللي درتيه في راسك واللي ديما كيتكرر عليك، اللي هو اصلا ولا من اكبر مخاوف ديالك. وبطبيعه الحال هادشي كامل وهم مع راسك باش انت تجلس، واتباع القطيع الذي ينبذ كل مفكر او كل تفكير مخالف، ومن اصبح مخالفا قالوا عنه متخلف. Think about it.